التفكير هو أغلى ما يملك الإنسان، واللي أهم من التفكير إن يكون عندك رغبة دايما في تحسين تفكيرك. أكتر حاجة بتخلي الواحد فينا ما يعرفش ياخد قرار صح ولا يفكر كويس هي الارتباك. تداخل العاطفة مع المنطق، الإبداع مع الأحلام، التشاؤم مع التفاؤل، كل ده في وقت واحد ملخبط. ودي أكتر الأشياء اللي ممكن تدمر أي حد. لكن مع الكتاب ده واللي هيعرفك ان في 6 طرق للتفكير، والكاتب شبههم بقبعات ملونة وكل لون بيحتوي على مجموعة من الصفات. لو خدتك ورحنا جولة داخل عقلك هنلاقي العقل بيشتغل بطريقتين: طريقة اوتوماتيكية بناء على اللي موجود في العقل وتم بناؤه من زمن، لكن المختلف في الطريقة التانية انك هتفكر بطريقة مدروسة، خريطة هتعملها بنفسك، والفكرة كلها انك هتتقمص دور المتحكم في تغيير القبعات. هي مهارة لو اتعلمتها مش هتعاني من كمية المشاعر السلبية اللي جواك، اللي لو خرجتها مع اي حد بتفضفض معاه هتعمل كوارث. لذلك كل ما عليك انك تعرف دور كل قبعة وامتى تلبسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ناصر وأنت بتتفرج على سلسلة قطرة من كتاب، وكتاب النهاردة اسمه قبعات التفكير الستة. وأول طريقة تفكير هي القبعة البيضاء. 1 زائد 1 بيساوي 2، معرفش أي حاجة تانية. الطريقة دي بتتكلم عن الحقائق والحياد والموضوعية، بتتكلم عن الإحصائيات والأعداد. لو عايز تاخد أي قرار، لو عايز تعرف أنت كسبان ولا خسران، لازم تستخدم الطريقة دي. القبعة البيضاء هدفها المعلومات، علشان كده رمزها الحياد. طريقة التفكير التانية القبعة الحمراء. هنا عواطف وأحاسيس ومشاعر وغضب وكره وحب وكل شيء ممكن تعمله أو تقوله من غير أي مبرر، ودي عكس تماما القبعة البيضاء. كرهت حد قبل كده من أول مرة؟ استريحت لحد قبل كده من أول مرة؟ لو عرفت تلبس القبعة دي صح هتعرف تعبر عن اللي جواك من مشاعر بدون ما تأذي أي حد ولا الموضوع يأثر فيك. الفكرة إن القبعة مصطنعة وانت بتكون عارف ده. وهنا نروح للقبعة السوداء. صاحب القبعة دي بيدور على الجانب المظلم دايما، النقد والسلبيات، لكن بمبرر، وبيكون قوي ولازم يكون كلام منطقي، علشان لو غير كده هتكون مشاعر وهتكون قبعة حمراء. هنا اللي بيلبس القبعة دي لازم يظهر نقاط الضعف في الموضوع، وبيحاول يقدم رؤى بديلة. وخليك عارف ان الهدم اسرع من البناء، لذلك لا تنغمس كتير في الرؤية السلبية، وخلي بالك من اختلاط القبعات ببعضها. في أي موضوع لو بدأت بسلبيات مش هتعرف تشوف الإيجابيات، علشان كده لازم تبدأ بالقبعة الصفراء، ودي الطريقة الرابعة، قبعة التطلع الإيجابي. التفكير بطريقة القبعة الصفراء بيحتاج لنفس دقة ومبررات القبعة البيضاء والسوداء. ما ينفعش اتكلم عن ايجابيات حد بدون دليل ومبرر. ما ينفعش مثلا تلاقي رجل اعمال جاي بيتكلم انه شامم ريحة فلوس في الموضوع ده وتقول له لا ده عاطفة ومش عارفة ايه، لكن هو بيكون بناء عن الخبرة. حدثه بيقول له كده بناء عن خبرة، وانه مجرب قبل كده وكسب من ورا الموضوع ده كتير. لما تنظر لشخص بايجابية ما تطولش قوي من غير ادلة، علشان لو طولت قوي من غير ادلة هتكون ساذج، ودي حاجة مش حلوة خالص. العنوان الرئيسي بتاع القبعة الصفراء التفاؤل، لكن بأسباب، لأن من غير أسباب بيكون الموضوع مشاعر وقبعة حمراء. وزي ما قلنا قبل كده تداخل القبعات في بعضها خطأ كبير بيودي للخبطة في اتخاذ القرار. التفكير الإيجابي بيدعم القبعة الخضراء، ودي طريقة تفكير الإبداع والنمو، يعني إحداث تغيير، يعني خلق شيء جديد. بذرة محتاجة حد يرعاها. لون الخصوبة والنمو، قبعة التحفيز والإثارة والأشياء التي لم تفكر فيها من قبل. هنا بنركن المنطق والمبررات على جنب. علشان تكون صاحب إبداع فكر بطريقة مختلفة. الطيارة ليه ما تنزلش على ظهرها؟ بدل ما يكون الحيوانات محبوسة في أقفاص في حديقة الحيوان، ليه ما نكونش إحنا اللي محبوسين في أقفاص والحيوانات حرة؟ دي قبعة تغيير المفاهيم. ولما تيجي تحل مشكلة، حل واحد مش كفاية، علشان تبدع لكل مشكلة عدد كبير من الحلول. في النهاية لو مفيش حماس كافي للفكرة الجديدة وحد يرعاها مش هتنجح، بغض النظر عن جمالها وجودتها.
طيب مين اللي هينظم الادوار دي؟ مين هيعرف يغير القبعات دي؟ وهنا نروح لاخر قبعة، السيطرة والعلو، قبعة التفكير في التفكير. القبعة الزرقاء لون السما. الفرق بين المفكر الجيد والمفكر الفقير التركيز. علشان توجه التفكير في الاتجاه الصحيح، التركيز هو كلمة السر. لو احنا في اجتماع بعض المشاركين عندهم احاسيس قوية تجاه شيء معين وهيأثر على الحوار، لازم نبدأ الكلام في الموضوع اللي يخص القبعة الحمراء، المشاعر والاحاسيس. بعد كده الحياد، الارقام والاحصائيات، القبعة البيضاء. بعد كده نقدم بعض الافكار الايجابية باستخدام القبعة الصفراء. بعد كده نبحث عن السلبيات، القبعة السوداء. وبعد كده نستخدم القبعة الحمراء علشان تعرف الافكار اللي انت متحمس ليها، لان زي ما قلنا لو مفيش حماس لشيء معين مش هينجح. وانت لابس القبعة الزرقاء بتكون زي المخرج بالظبط. وفي النهاية انك تكون عارف بعض طرق التفكير ده شيء كويس جدا، وانك تعرف وتعمل وتعرف كمان تسيطر على كل طرق التفكير ده قمة التميز والنجاح. وبكده يكون خلص كتاب النهاردة قبعات التفكير الستة. كان معكم محمد ناصر من برنامج قطرة من كتاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.